بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. طبعا انتوا عارفين الشتاء بدأ وبيبدأ بقى الكرنبيت وجماله معانا. هنعمل الكرنبيت النهارده باسهل طريقه خالص، وهنعمله معانا مقرمش. طبعا دي الكرنبيتيه، طبعا جايبينها احنا صبحه وفريش زي ما انتوا شايفينها كده، وتكون بيضه معانا عشان تطلع معانا طعمها جميل. اول حاجه هنمسك الكرنبيته زي ما انتوا شايفينها كده، هنبدأ نقطعها. نبدأ نفصصها مع بعض. هنطلع هي بتبقى مفصصه لوحدها، هتبداي تطلعيها كل واحده لوحدها وتغسليها غسله بقى كويسه ونسلقها زي ما انتوا شايفين كده بنقطعه. هتقطعها وردات حسب ما انت حابه حجم الورد. زي شايفين الكنبته معايا طالعه بيضه وزي الفل ازاي، عشان طبعا جايبينها صبحه. الخضار اللي نجيبه يستحسن يكون صابح عشان تبقى فيه الفوائد بتاعته ويكون كويس معانا ويطلع طعمه معانا جميل كمان. كده خلاص بقى هنغسل الكرنبتايه عشان لو عليها تراب عليها اي حاجه. ودي الميه اللي احنا هنسلق فيها، حطيتها على النار عشان تسخن. هنزل فيها معلقه كبيره ملح ومعلقه صغيره كمون، ويستحسن يكون كمون حصى، بس انا ما عنديش حصى فهنزل بنص معلقه كمون مطحون عادي عشان اي غازات او اي حاجات بتبقى في الكرنبيت. كده بدات انزل بثمرات الكرنبيت، بورد الكرنبيت ورده معايا. هحط الكرنبيتيه كلها في الميه لحد ما تنسلق. والكمون ده طبعا هيخليها تتخلص من اي انتفاخات، طبعا عارفين الكرنب والكرنبيت والانتفاخات اللي بيعملها. هنبدا بقى وهي بتنسلق على النار، هنبدا نعمل الخلطه معاكم. زي ما انتم شايفين معايا كوبايه دقيق، واحط عليها معلقتين نشا كبار، ومعايا بيضه، ومعايا كزبره، ومعايا ميه عشان نعمل بقى الخليط. والبهارات دي معايا كمون، ربع معلقه صغيره توم ناشف، توم بودر، وملح وفلفل. زي ما انتم شايفين دي كوبايه دقيق، هنزل عليها بمعلقتين نشا كبار، وممكن تديها نص معلقه صغيره بيكنج باودر. دي البهارات اللي هي كمون وملح وفلفل وربع معلقه صغيره توم. ممكن تستغنى عنها لو انت مش حابه طعم التوم فيه، او لو ما عندكيش توم باودر ممكن تحطي فص توم صغير وتخرطيه خرط صغيره. هنبدا ننزل بكل المقادير على بعضها. هنزل بالبيضه، وهنزل بالخضره. طبعا انا هعمله بالكزبره، بس انت بتحب البقدونس، بتحب الشبت، اي نوع خضره انت بتفضليه حطيه. وهبدا انزل عليها بالميه. زي ما انتم شايفين بننزل بالميه شويه شويه عشان عايزينه خليط ما يكونش لا تقيل ولا خفيف. فهننزل شويه بشويه ونقلب لحد ما يدينا الخليط القوام اللي احنا عايزينه. كده خلاص قلبنا وادانا القوام اللي هو قوام لا تقيل ولا خفيف عشان يمسك معانا على الكرنبيط. هنبدا بقى نعمل الخلطه الجاف عشان يدينا الطبقه المقرمشه اللي احنا عايزينها. معايا دقيق، ومعايا فلفل وملح، ونص معلقه صغيره كركم، ونص معلقه صغيره بابريكا. انت لو حباه حار حط عليه معلقه شط، نص معلقه شط، والمعلقتين النشا. وهنبدا نقلب الخليط كله مع بعضه. كده بقى الجنبيت بتاعي بعد ما انسلق، طبعا طفيت عليه النار وبردته، حطيته في المصفى لحد ما صفى الميه اللي فيه. هبدا اعوصهم من الخليط السائل اللي احنا عملناه مع بعض في الاول بالخليط الجاف. طبعا احنا بنستعمل ايد في الخليط السائل وايد في الخليط الجاف. طبعا متاكده ان هي اتغلفت معاكي من جميع الجوانب. وهنبدا نعمل مع بعض كذا واحده عشان اللي ما خدش باله من الاولانيه ياخد باله معايا في الثانيه. طبعا احنا ستات بيوت زي الفل وكنا بنعرف نعمل كده كمان، احنا بس عشان لو بنوته صغيره او عروسه جديده حابه تستفيد من اي حاجه او باي معلومه. زي ما انتوا عارفين احنا كلنا بنستفيد من بعض.
كده بغلفها تاني برضو. ولو حسيت ان هي محتاجه تاني طبقه غلفيها برضو زي ما انتم شايفين كده. كده احنا خلصنا الكميه بتاعتنا اللي احنا هنحمرها، وحطينا الزيت على النار زي ما انتم شايفين كده. الزيت معانا سخن وهنبدا ننزل بيه. ويستحسن ما تزنقيش ببعض عشان ياخد معاكي اللون من جميع الجوانب. طبعا انت بتغلفي الكميه اللي انت هتستعمليها وتبداي تحمري على طول مره واحده، عشان تشتغلي في التحمير مره واحده ما ياخدش منك وقت. وهيطلع معانا كريسبي وهوريه لكم في الاخر وهتشوفوا النتيجه. طبعا انتوا عارفين في الشتاء بنكتر بقى من الكرنب والكرنبيت. خدت معايا اللون، هنبدا نقلبه على الجنب التاني. شايفين لونه طالع معايا ذهبي ومقرمش ازاي؟ وادي القرمشه بعد احنا ما قلبناه. طبعا بقى هنطلعه يصفي الزيت بتاعه وهنبدا نقدمه. شايفين لونه طالع معايا ذهبي ومقرمش ازاي وطعمه في منتهى الجمال. طبعا كده مش محتاجه بقى غير طماطم مخلله وعيش وجرجير بقى وبصل اخضر وكل، وبالهنا والشفا، ويبقى احلى وجبه غدا خفيفه وبسيطه. وطالع معاه لونه ذهبي. وزي ما سمعتوا صوت القرمشه بتاعته في الاخر. ويا رب الطريقه دي تكون سهله وبسيطه عليكم وتجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامه يا حبايبي.